بيبدأ الأنمي مع شاب اسمه تاكومي، وحاليا هو ماشي في غابة غريبة وما يعرفش هو ازاي جه هنا، وآخر حاجة فاكرها إنه كان عايش حياة طبيعية في مدينة يابانية، لكن فجأة لقى نفسه في مكان غريب قدام واحد بيعتذر له كتير على اللي هو عمله. فتاكومي ما كانش فاهم حاجة وقال له معلش، هو أنت بتعتذر ليه وإيه اللي حصل لي أصلا؟ واستغرب إنه مش بس بيعتذر، ده بدأ يعيط كمان. فتاكومي قال هو أنا عملت له حاجة ولا إيه علشان يتضايق كده؟ فالتاني قال له أنا اسمي سيل. فقال له أنا اسمي تاكومي، أهلا وسهلا، بس أنا لسه مش فاهم. فسيل قال له في الواقع أنا ملك الرياح، وأنت دلوقتي في عالم مختلف عن عالمك الاساسي. فتاكومي قال له مين؟ انتوا بتهزروا ولا ده مقلب ولا ايه؟ فقال له لا صدقني ده مش مقلب. فتاكومي انصدم انه عرف اللي هو بيفكر فيه. سيل قال له في الواقع انا بعرف اقرا افكار الشخص اللي قدامي، لكن صدقني كان من غير قصدي. فتاكومي قال له بعدين بقى في الحوار ده عموما يا سيل ممكن تفهمني انا بعمل ايه هنا؟ فقال له من الاخر كده انا قتلتك بالغلط وجبتك هنا. فتاكومي اتصدم وقال له نعم قتلتني ازاي يعني؟ في الوقت ده كان تاكومي بيفتكر كل اللي حصل له اصلا، وعرفنا ان سيل ما تفهمش كان بيلعب في الزمن ولا ايه، وبالغلط قتل صاحبنا المسكين وجابه للعالم الغريب ده. حتى ان الجسم اللي هو فيه دلوقتي مختلف عن جسمه في العالم الواقعي اللي خلاص انتهى قبل ما يكمل 28 سنة حتى. لكن المختلف في العالم ده ان البشر فيه بيمتلكوا مجموعة مهارات بتساعدهم يتعايشوا هنا، وفجأة كده قابلوا مجموعة وحوش كانوا عايزين يقتلوه. فبسرعة فتح قوة كشف الحالة وعرف انهم ذئاب حمراء من المستوى جيم، وقال انا اقدر اخلص عليهم بسهولة. وفعلا بمجرد هجومهم عليه استخدم قوته السحرية وخلص عليهم، كمان اخدهم معاه علشان ممكن يبيعهم ويستفيد. بعدها فتح الحالة بتاعته وعرف ان مستواه بقى 3 لانه لسه قاتل الذئاب دي. وفجأة حس بحاجة غريبة فجهز نفسه بسرعة، لكن المفاجأة لما شاف طفلين توأم واقفين بصله ومستغربين. فقال هم بيعملوا ايه هنا دول؟ وسألهم انتوا لوحدكم هنا ولا مع اهلكم؟ فالطفلين خافوا وما كانوش عايزين يتكلموا معاه. فقال انا مش هينفع اسيبهم لوحدهم كده، وحس انهم جعانين وقال لهم انا معايا شوية اكل في المخزون بتاعي هتنفعنا. وفعلا الطفلين بدأوا ياكلوا وشافوا انهم حبوه وما بقوش خايفين منه. بعدها شاف ان لبسهم متقطع وقديم فعمل لهم لبس جديد احسن وخلاهم جمال جدا، وعرفهم انه رايح للمدينة اللي قريبة من الغابة، وعرض عليهم يروحوا معاه وسألهم عن اسمائهم. لكن برضه استغرب هم ليه مش راضيين يتكلموا معاه، وقال انا هستخدم مهارة التقييم علشان اعرف هم مين. لكن اتفاجئ ان مالهمش اي اسماء ومش مكتوب غير عمرهم بس، واللي هو 5 سنين. كمان شاف ان مستواهم 12 يعني اعلى منه هو شخصيا. فقال لهم خلاص من النهارده انت اسمك إيلين، وقرر يسمي البنت إلينا. وحس انهم بدأوا يطمنوا له اكتر، لكن فجأة لهم بيجروا بسرعة فحاول يوقفهم علشان في وحش غريب ظهر قدامهم. فقال انا لو استخدمت قوتي دلوقتي ممكن اصيبهم هم، هو ما بقاش عارف يتصرف ازاي. لكن فجأة لهم بيطيروا في السماء وراحوا نازلين على الوحوش خلصوا عليهم بكل سهولة. فتاكومي فضل فاتح بقه ومش مصدق ان طفلين زي دول اقوياء بالشكل ده، وطلب منهم لو شافوا حاجة زي دي يقولوا له هو علشان ما يقلقش عليهم. وقال اكيد علشان كده كانوا قادرين يعيشوا في الغابة دي لوحدهم، وده سبب قوتهم دي. شوية ولقاهم ماسكين في هدومه وبيحذروه من دب ضخم، ولسه تاكومي هيتصرف راحوا مخلصين عليه في ثواني. فقال لهم لا ده انتوا بالشكل ده مستواكم هيعديني بمراحل. بعدها فضلوا على الوضع ده طول اليوم يضربوا في اي وحش يقابلهم لحد غروب الشمس. فتاكومي قال لهم اكيد انتوا جعانين دلوقتي، فهنبدأ نجمع اي خشب صغير علشان نعمل نار. وفرح انهم مع الوقت بدأوا يحبوه اكتر واكتر، وخلص اليوم وهم مع بعض. تاني يوم وصلوا للمدينة وراحوا يتكلموا مع الحرس اللي هناك، اللي استغربوا انهم عرفوا يرجعوا كويسين من الغابة. فتاكومي فهم قصدهم لان غابة جايا دي خطيرة جدا ومش بيدخلها غير مغامرين المستوى ألف، لكن قال اكيد هم مش هيشكوا فينا بسبب الاطفال، وعرفهم انه جاي يدور في المدينة على شوية اعشاب هو محتاجها في شغله. فالحارس قال له ماشي ويا ريت ما تعملش مشاكل جوه، لكن في الاول لازم اشوف بطاقتك الشخصية. فتاكومي قال له بطاقة ايه دي؟ فقال له ما ينفعش تدخل المدينة من غير بطاقة تقول انت مين. فقال له في الواقع انا جيت من مكان بعيد وما معيش بطاقة زي دي. فقال له خلاص هنعمل اختبار سحري يقول لنا هل انت خطير ولا لا. فتاكومي قال ايوه البلورات دي بتكشف السجل الاجرامي كله، بس اكيد الاطفال دول ما لهمش اي سوابق من دي. وبالفعل الحارس قال لهم انتوا تمام وادالهم بطاقات مؤقتة يقدروا يتعاملوا بيها في المدينة، لكن عرفهم انهم لو هيفضلوا هنا لمدة طويلة لازم يروحوا النقابة ويطلعوا بطاقات رسمية ليهم. بعدها حاول يهزر مع إيلين وإلينا لكن لقاهم خايفين منه جدا، وحتى لما دخلوا وشافوا الناس كان واضح انهم خايفين من اي حد غريب عنهم. بعدها راحوا للمكان اللي فيه تماثيل الملوك واللي منهم سيل، وكان تاكومي عايز يتكلم معاه وسأله عن موضوع الطفلين دول وحكى له على اللي حصل كله. فسيل قال له فعلا دي صدفة غريبة. فقال له صدفة، عموما انا هوديهم لدار ايتام علشان مش هقدر اعتني بيهم. فسيل اتجنن وقال له لا استنى بس. فتاكومي قال له شفت كنت عارف ان انت اللي عملت كل ده وخليتهم يظهروا قدامي من اول الوحوش لحد ما شفتهم. فسيل اعتذر له وقال له عندك حق، لكن للاسف مش هقدر اقول لك دلوقتي هم مين الطفلين دول. فتاكومي قال له معنى كده ان اكيد الملوك كلهم ليهم دخل بالموضوع علشان كده مش راضي تتكلم. فقال له بصراحه ايوه، لكن في الواقع هم طفلين عاديين، واكبر دليل انهم عرفوا يعيشوا في الغابه الفتره دي، وصدقني مش هقدر اقول اكتر من كده. فقال له ماشي انا هخليهم معايا الفتره دي، بس خليك فاكر انك ضحكت عليا واستغلتني. فقال له خلاص بقى، وكمان هم اصلا اتعلقوا بيك خلاص. فتاكومي قال فعلا
فعلا وعرفهم انهم دلوقتي هيروحوا يدوروا على مكان يباتوا فيه النهارده. فسيل كان بيراقبهم من بعيد وفرح لما شافهم مبسوطين. بعدها راح تاكومي واخد لهم اوضه صغيره في فندق قريب من النقابه، وتاني يوم صحي لقاهم صاحيين قبله واتفاجئ انهم اتكلموا اخيرا، وده اللي فرحه جدا وقال لهم يلا بينا علشان نروح النقابه. ولما وصلوا قابلتهم موظفه الاستقبال اللي اسمها لونا وسالتهم تقدر تساعدهم ازاي. فتاكومي قال لها احنا عايزين نشارك في النقابه كمغامرين. فلونا اتفاجئت انه عايز يشارك الطفلين دول وهم في السن ده، لكن قالت له ماشي مفيش مشكله. وبعد ما خلصوا الاجراءات بداوا يشوفوا المهمات الموجوده، لكن قبلها لونا سلمتهم بطاقتهم الشخصيه علشان يقدروا يتحركوا براحتهم في المدينه، وعرفتهم ان نظام النقابه بيعتمد على المستويات. اقل مستوى هو اف واعلى مستوى هو اس، لكن نادر انك تلاقي مغامر يوصل للمستوى ده، وتقدر انك تعلي مستواك مع الوقت عن طريق تنفيذ المهام اللي موجوده على لائحه النقابه. كمان تقدر تبيع اي مواد بتلاقيها في رحلتك وتاخد مكانها فلوس رسميه من هنا. فتاكو شكرها على الشرح، بس طلب منها تسجلهم مع بعض في مجموعه واحده هم الثلاثه. فقالت له ماشي بس لازم تختار اسم للمجموعه. فتاكو يفكر شويه ولقى اسم حلو لما بص لإيلين وإيلينا وشافهم زي الملائكه كده. فقال للونا خلاص احنا هنسميها الاجنحه البيضاء، وشاف ان الاطفال حبوا الاسم. فلونا قالت لهم خلاص تمام تقدروا تروحوا تختاروا مهمه تبداوا بيها. وبالفعل بعد بحث كتير قرر يختار مهمه سهله في البدايه، عباره عن جمع شويه اعشاب كده اسمها الاعشاب الليليه. فلونا قالت لهم معاكم 3 ايام ولازم فيها تجمعوا اكتر من 10 من الاعشاب دي. وفعلا المجموعه انطلقوا في الغابه وبداوا يدوروا، وهم في الطريق قابلوا سلايم صغير كده لكن ما كانش خطير، فسمح لهم يلعبوا معاه عادي. بعدها وراهم شكل الاعشاب اللي المفروض يجمعوها، وتفاجئ انهم قاموا وراحوا بسرعه جابوا له شويه منهم. ومش بس كده، ده العفاريت عرفوا يلاقوا مكان مليان اعشاب وجابوا له كلها منها. ولما رجعوا النقابه لونا ما كانتش مصدقه انهم عرفوا يجمعوا الكميه دي كلها في اقل من يوم، فقال لها الفضل كله يرجع لإيلين وإيلينا. فلونا ادت لهم فلوس المهمه وباركت لهم علشان نجحوا. وفجاه شافوا واحد جاي بيزعق لهم وبيقول اللي بيعملوا عيلين زي دول هنا. فالاطفال خافوا وراحوا يستخبوا ورا تاكومي بسرعه، اللي قال له ان الاطفال دول معايا ايه المشكله بقى. فقال له انت فاكر ان ده مكان لعيال زي دي يا زكي؟ فتاكومي قال له هم ما عملوش حاجه ولا ازعجوا حد هنا. قال له لا بقى هم مضايقني ومش عايز اشوفهم هنا. فلونا حاولت توقفه لكن برضه من غير فايده، وكان عايز يتخانق مع تاكومي. وبمجرد ما الاطفال شافوه بيمسكوا من هدومه اتضايقوا وراحوا طايرين عليه وقعوا على الارض. فتاكومي قال لهم لا خلاص هو مش عايز يأذينا. وقتها حارس البوابه دخل وشاف الواد واقع على الارض. فتاكومي خاف لا يكونوا في مشكله بعد اللي حصل ده، لكن لونا قالت له ان الاطفال شكلهم خايفين روح لهم. وتفاجئ انهم بداوا يعيطوا، فحاول يقول لهم ان خلاص الموضوع خلص، لكن برضه فضلوا زعلانين وقالوا له انه يفضل معاهم. فقال لهم ومين قال ان هسيبكم بس؟ اكيد هم زعلوا لما عليت صوتي وافتكروا انه متضايق منهم، وطمنهم انه مش هيسيبهم ابدا علشان يبطلوا عياط. بعدها عرفوا الحارس باللي حصل من البدايه وعرفوا على نفسه وعلى الاطفال. فالحارس قال له انا اسمي لوين، نائب قائد فرع الفرسان المسؤول عن تامين حدود المدينه. وقال له بس ليه الاطفال بتعيط بالرغم ان هم اللي ضربوا الواد؟ فقال له هم فاكرين ان زعلت منهم وهسيبهم لوحدهم. فقال له انت ليه عايز تعمل كده يعني؟ فقال له يا عم اعمل إيه؟ انت صدقت انت كمان؟ انا مستحيل اعمل كده. فقال له امال هم زعلانين ليه كده برضه؟ فقال له مش عارف، انا اول ما قابلتهم كانوا خايفين من اي شخص غريب يقرب منهم، لكن مع الوقت بداوا يطمنوا لي وعرفوا انه لقاهم لوحدهم في غابه جايا. فلوين اتصدم ان طفلين زيهم كانوا في غابه زي دي لوحدهم وعرفوا يخرجوا بسلام منها. فتاكومي قال له مش ممكن يكونوا تايهين من اهلهم ولا حاجه؟ ايه رايك نروح ندور في سجلات المفقودين؟ فقالوا له ان من فتره قبضوا على عصابه لتجاره البشر، لكن وقتها عرفوا يهربوا الناس من اللي معاهم، فممكن يكون فعلا إيلين وإيلينا كانوا منهم. فقال لهم خلاص لحد ما نعرف هم مين انا هخليهم معايا. فلوين قال له مفيش مشكله ورسميا انت بقيت ولي امرهم دلوقتي. فلونا قالت له المهم دلوقتي مش انت كنت في غابه جايا؟ يعني اكيد عرفت تجيب اي مواد من هناك. فتاكومي اتفاجئ وقال لها ايوه انا معايا جلود ذئاب وشويه لحوم حيوانات. فلونا قالت له ايوه ده المطلوب انا هشتريها كلها. فلوين ضحك وقال له لونا بتضعف قدام اي حاجه بتيجي من الغابه دي لان فيها مخلوقات نادره جدا، علشان كده دفعت لهم فلوس كتير جدا مقابل الحاجات اللي معاهم. فلوين قال له بما انك بقى رحت غابه جايا قبل كده وعرفت تتعامل هناك تقدر تنضم لينا للبعثه الجايه. فقال له يعني ايه مش فاهم؟ فقال له البعثه دي بتبقى مجموعه مغامرين كده بيروحوا للغابه كل فتره يصطادوا الوحوش اللي هناك قبل ما عددهم يزيد ويهاجمونا. وطبعا انت عارف ان اللي مسموح لهم يدخلوا الغابه دي من المغامرين هو اللي في مستوى اس بس، علشان كده انت هتيجي معانا. فتاكومي قال له بس ثواني انا لسه في مستوى اف اصلا، يعني في اقل مستوى موجود مبتدئ يعني. فلوين قال له انت مش رجعت من هناك سليم وعرفت تتصرف يبقى مفيش مشكله. فتاكومي قال يا دي النيله شكلي اتسرعت لما قلت لهم. حاول يقول له اي حاجه لكن لوين قال له خلاص الموضوع منتهي، انا هروح اكلم رئيس النقابه عليك وهتنضم معانا رسميا. فقالوا بعدين بقى هعمل ايه مع إيلين وإيلينا؟ وبيبص عليهم لقاهم عمالين ياكلوا في الفلوس. فقال لهم بس انتوا هي دي مش للاكل. في نفس الوقت كان لوين بيتكلم مع رئيس النقابه وقال له على تاكومي وقدر يقنعه ان صحيح مستواه مبتدئ لكنه قوي. ومع مرور الايام شفنا ان اصحابنا اتعودوا اكتر على العيشه في المدينه دي، وكمان إيلين وإيلينا ما بقوش يخافوا من التعامل مع الناس الغريبه. كمان قسموا شغلهم علشان يكون عباره عن يومين شغل في النقابه ويوم اجازه يقدروا يجمعوا فيه فلوس كتير. وبدا تاكومي يقول لهم على انواع الاكل اللي كان بياكله في حياته الاولى، واللي طبعا بالنسبه للعالم ده كان حاجات
حاجات غريبه جدا، علشان كده قرر يعمل لهم اكلات منها لما شافهم متحمسين. وبالفعل راحوا مع بعض المخبز قريب منهم وقال لهم بصوا احنا هنجرب ونشوف هيقولوا لنا ايه. ولما دخلوا طلبوا من البنت اللي هناك انهم عايزين يعملوا نوع عيش مختلف، فالبنت ندهت على والدها اللي اسمه رود علشان هو المسؤول عن الخبز وهيفهم هم عايزين ايه. فتاكومي عرفه على نفسه وطلب منه يعمل له نفس الوصفه اللي هو شغال بيها، لكن يضيف المكونات دي للعيش من جوه. فرود بص كده واستغرب وقال له مربى وايه التانيه دي؟ فقال له دي حاجه اسمها كريمه كاستر، لكن المهم انا عايزك تحطها في العجين قبل ما يدخل الفرن. فقال له ازاي يعني هتحشي العيش قبل ما يدخل الفرن وهو لسه عجين؟ فقال له ايوه بالظبط كده، يا ترى هتقدر تعمله ولا في مشكله؟ فقال له لا عادي اقدر، لكن بصراحه انا اول مره في حياتي اشوف حاجه زي كده. فقال له خلاص ايه رايك اساعدك في الشغل؟ وفعلا تاكومي جهز نفسه وبدا يشرح لهم الخطوات واحده واحده. اول حاجه بعد ما جهز العجين قطعه نصين، بعدها بدا يفرد كل جزء لوحده علشان يعرف يضيف المربى، وبعدها قفل بالجزء الثاني علشان تبقى بالشكل ده زي العيش العادي لكن محشي مربى او حاجه تانية. فاتفاجئوا كلهم انها بالسهوله دي وبداوا ينفذوا الخطوات كلها. وبدات ميشيل بنت رود تساعدهم، وطبعا العفاريت الصغيرين مش هيقفوا ساكتين كده وقالوا لهم هنعمل معاكم يعني هنعمل معاكم. فرود جاب لهم صندوقين خشب علشان يقفوا عليهم علشان يطولوا، وفعلا عرفوا ينفذوا كل الخطوات بنجاح، وفضلوا يفرجوهم على اللي هم عملوهم علشان يسقفوا لهم، وكان واضح قد ايه هم مبسوطين مع بعض. ولما العيش بقى جاهز وخرج من الفرن بداوا يدوقوا الطعم وما كانوش مصدقين ازاي طعمه حلو كده. فرود طلب منه انه يشتري الوصفه دي علشان يبيعها في المخبز علشان الناس اكيد هتحبها. فتاكومي قال له انا مش عايز اي حاجه، كفايه ان هقدر اشتريها كل يوم انا وإيلين وإيلينا. وقال لهم دي بقى واحده من الاكلات اللي قلت لكم عليها اللي كانت في العالم اللي انا كنت عايش فيه، ايه رايكم؟ ففرحوا جدا وقالوا له دي جامده عايزين كمان بقى. قال لهم لا كفايه بكره بقى نبقى نيجي ناخد تاني. ولما راح النقابه لونا باركت له انه اترقى رسميا للمستوى ايه، وكمان الصغيرين دول عملوا شغل كويس جدا الفتره الاخيره. فإيلين وإيلينا بصوا لبعض كده اللي هي بتقول ايه دي، لكن كانوا مبسوطين وخلاص. بعدها لونا سالته انت مهتم تروح لمتاهه من القريبين مننا؟ فقال انا عرفت من سيل شويه عن المتاهات دي لكن مش بشكل كبير. فقالت له المتاهات دي عباره عن جبال صغيره او فتحات في الارض بيكون فيها وحوش كتير، واغلب الصيادين بيروحوا هناك يصطادوا اللي يقدروا عليه منهم. فتاكم يفكر شويه وقال خلاص موافقين يلا بينا. فقالت له ثواني بس انت هتروحوا دلوقتي؟ لان اقل مسافه لحد ما توصلوا هناك هتكون تقريبا نص يوم ماشي على الاقل. فقال لها ما تقلقيش انا عندي خطه هتوصلنا اسرع، وبعدين احنا مش هندخل كتير في المتاهه يعني، خصوصا ان مستوانا لسه قليل. وبالفعل عرفوا يوصلوا المتاهه منهم، لكن طبعا عملوا عكس اللي قالوا لونا وقرروا يوصلوا لاخرها، وخصوصا ان العفاريت الصغيرين طالعين يجروا فيها ولا اكنها ملاهي. وفجاه كده شافوا قدامهم حيوان خارج من الارض، فلسه تاكومو هيقول لهم على الخصائص بتاعته وراحوا نازلين في ضرب خلصوا عليه وقالوا له الحق ده بيختفي. فقال لهم باين كده الوحوش اللي هنهزمها هنا بتختفي على طول، بس اكيد هتلاقوا غنائم او حاجات تفيدنا. ففضلوا يدوروا ويقولوا غنائم غنائم اظهر وبان عليك الامان. وقتها شافوا شعره من الوحش وكانوا فاكرينها حاجه مهمه، فقالوا له الحق لقينا غنائم. فضحك وقال لهم لا دي ملهاش لازمه. فقالوا ايه ملهاش لازمه اكيد حاجه هتنفعنا. فتاكومي فضل يضحك لانهم لسه مش عارفين معنى الكلام اللي هو بيقوله. وبعد شويه بحث عن الوحوش قال لهم كفايه كده النهارده ويلا علشان نجهز العشاء. وفعلا تاكومي ظبط لهم طبخه حلوه، وبعد ما اتعشوا جهزوا المكان اللي هيناموا فيه وراحوا في النوم من كتر التعب. وتاني يوم بداوا يخلصوا على الوحوش اللي اتقابلهم لحد ما وصلوا لليوم العاشر وهم في المتاهه. بعدها وصلوا عند باب سري كده واتفاجئ تاكومي ان موجود وراه صندوق غريب. فقال لهم استنوا لا يكون ده فخ. ولما اطمن ان الوضع امان قال لهم تقدروا تفتحوه، وشافوا ان في جرعات سحريه هتفيدهم لو حصلت لهم اصابات في الرحله. وفجاه إيلين وإيلينا اتفاجئوا بحاجه كده داخله عليهم وقالوا له الحق غوريلا. فتاكومي قال غوريلا ايه؟ يا نهار ازرق دي غوريلا بجد انتوا رايحين فين؟ لكن وقتها كان العفاريت طبعا ما استنوش لحظه وراحوا خلصوا عليها. فقال لهم بصوا ده جلد من بتاعه اكيد هيكون غالي جدا. وكان متفاجئ ازاي هم عرفوا يلاحظوا الغوريلا اصلا وتعاملوا معاها بالسرعه دي. وفهم ليه سيل كان مصمم ان تاكومي هو اللي ياخد باله منهم، لان ممكن لو لقاهم حد شرير يستغل قوتهم دي شويه ولقاهم بيندهوا علشان في حاجه بتقرب منهم. فقال لهم لا المره دي البتاعه دي خطيره خلونا انا اتعامل معاها. وفعلا عرف يخلص عليها بسهوله، لكن شاف ان مجموعه من النحل الضخم بيهاجمهم ففتح الحاله بسرعه، لكن عرف انهم مش خطيرين قوي. فقال لهم انتوا اتعاملوا معاهم. وضحك لما شاف انهم قصيرين ومش عارفين يوصلوا لهم، ولما ساعدهم شويه فخرج طعم من اللي معاه علشان النحل يقرب منه ويقدر الاطفال يضربوهم. وبعدها قالوا له بص لقينا شويه حاجات ملهاش لازمه. ففضل يضحك لانهم فاهمين ان الغنائم اللي بيلاقوها اسمها حاجه ملهاش لازمه، وفهمهم ان ده عسل وهيستفيدوا منه في حاجات كتير. واولها قال لهم انا هعمل لكم اكله نقدر نستخدم فيها العسل علشان تعرفوا طعمه. فبداوا يجهزوا العجين على ما هو يشغل الطباخه السحريه بتاعته دي. بعدها صب العسل عليها وقال لهم كده بقى جاهز. فقالوا له ابعت هو ده الكلام. لكن لسه هيبداوا في الاكل لقوا شويه نحل بيهاجمهم تاني. فقال لهم خليكم انتوا وانا هتعامل معاهم. فقالوا له ماشي بس هات لنا شويه حاجات ملهاش لازمه من اللي طعمها حلو دي. وبعد تقريبا ما خلصوا على النحل الموجود كله وعرفوا ياخدوا كل العسل اللي موجود في المتاهه، بعدها وصلوا للدور ال15 والاخير على الاغلب واللي اكيد زعيم المتاهه هيكون موجود فيه. فقالوا له طب يلا بسرعه بقى اكيد معاه حاجات ملهاش لازمه كتير. لكن بمجرد ما دخلوا ظهرت لهم دوده عملاقه وعرفوا انهم مش هيخرجوا من
من هنا غير لما يقتلوها. فقال لهم بقول لكم ايه، الزعيم ده صعب، علشان كده عايزكم تفضلوا هنا. بعدها هجم عليها بسرعه باستخدام قوه اسمها قطع الرياح، لكن الدوده صدتها واستخدمت قوه غريبه بدات تضرب بها على تاكومي كور رمل ضخمه. فاتفاجئ انها بتقدر تستخدم القوه السحريه، وعرف ان الموضوع هيكون صعب، لكن استغل فرصه كانت الدوده مش مركزه فيها وخلص عليها باستخدام سهم الرياح. لكن برضه ما كانش متوقع انه يهزمها بالسهوله دي، وقال اكيد يا اما هو زعيم متاهه ضعيفه او قوتي زادت بشكل ملحوظ. وبعد ما اخد كل الغنائم اللي محتاجينها قال لهم يلا دلوقتي نقدر نرجع للمدينه. فقالوا له ثواني وطلبوا منه ينزل. فتاكومي اتفاجئ ونزل، لقاهم عمالين يلمسوا شعره وبيضحكوا، ففهم انهم بيقولوا له انه عمل شغل حلو زي ما هو بيعمل لهم دايما لما بيساعدوه، وده اللي خلاه فرحان وشكرهم. وقبل ما يمشوا عرفوا يوصلوا لمكان جامد جدا كله جواهر وبلورات سحريه. فتاكومي قال لهم يلا انطلقوا، اللي يعرف ياخد حاجه ياخدها. بعدها راح فتح صندوق وشاف فيه قنابل سحريه لكن خطيره ولازم يتعاملوا معاها بحذر شديد. وبيبص لقى الين والينا بيشقطوها لبعض وبيلعبوا بيها، فاخدها منهم بسرعه قبل ما يتشووا هنا. بعدها لقوا البلوره اللي هتخرجهم من هنا، وبكده رسميا يكونوا خلصوا المتاهه. وقبل ما يرجعوا للمدينه قالوا له بص في وحش هنا. فتاكومي شاف ذئب ضخم واقف وبيراقبهم، وكان عايز يعرف هو خطير ولا لا، لكن اطمن لما لقاه بيهز ديله وقال لهم ما دام الحيوان اللي قدامك بيهز ديله كده يبقى اليف على الاغلب. بعدها فتح الحاله بتاعته ولقى مكتوب فيها ان الوحش ده متعاقد مع تاكومي، فقال علشان كده كان واقف مستنينا، واكيد كل ده سيل اللي بيعمله، بس عموما ممكن نستفيد منه واخليه يحرس الاطفال الفتره الجايه. وفعلا اطمن انه اليف وبيسمع كلامه، وعرف الاطفال عليه علشان ما يخافوش منه. فراحوا يحضنوه لانه بيفكرهم بالمخده بتاعه الفندق، وقالوا له ايه رايك هنسميه ايه؟ فقال ايوه فعلا لازم نلاقي له اسم، ايه رايكم نسميه جول؟ فاصحابنا فرحوا بالاسم جدا وقرروا ان جول هيكون صاحبهم الجديد. لكن لما وصلوا للمدينه تاكومي قال لهم للاسف جول مش هيقدر يدخل لان اكيد الناس هتخاف منه، فتجنبا للمشاكل هيفضل جول مستخبي في ظل الشخص اللي متعاقد معاه، ويقدر تاكومي يستدعيه في اي وقت. ولما وصلوا المدينه راح تاكومي يسال سيل على جول، لكن سيل اتفاجئ وقال له يبقى ملك الماء هو اللي عملها، انا ما بعتلكش اي وحوش سحريه. فقال له اشمعنى يعني ملك الماء عايزنا نتعاقد مع جول؟ لكن رجع وقال ممكن علشان إلين وإلينا قوتهم من عنصر الميه فحب الملك يساعدهم. فسيل قال له ايوه انت صح، واكيد بعتولك حاجات كتير في الحاله بتاعتك ولازم تقبلها والا هيزعلوا منك، وبكره الصبح لازم تروح للمزارع اللي جنب المدينه علشان تشوف الملوك عايزين ايه منك تاني. فتاكومي قال له بص انا لسه مش فاهم بس هروح. وبالفعل رجعوا ناموا على طول من التعب علشان يقدروا يكملوا في مشوار بكره. ولما طلع النهار راحوا عند المزارع دي واتفاجئوا بنمر ضخم عليه طائر غريب ظهر قدامهم فجاه. فتاكومي قال اكيد دي الوحوش اللي سيل قال عليها، وفتح الحاله بتاعته وعرف ان النمر ده من مستوى اس لكن قوي جدا بما يخص قوه الرياح، والصقر ده من النوع الذهبي اللي بينتمي للمستوى الف، والاتنين من الانواع النادره جدا. علشان كده قرر يسمي النمر فيت والصقر سماه بولت. فالاطفال فرحوا علشان اصحابهم زادوا اكتر، وكمان تاكومي قال لهم ان سيل بعت لنا الاطواق السحريه دي وبيها نقدر نخلي فيت وجول يصغروا احجامهم، ودلوقتي اللي هيشوفهم من الناس هيقول انهم حيوانات اليفه. لكن اتفاجئ ان إلين وإلينا بيقولوا له احنا عايزين بقى اطواق زيهم كمان. فقال لهم لا ما ينفعش، الاطواق دي بتكون للحيوانات بس ممكن اعمل لكم حاجه مخصوصه ليكم. وقرر يعمل لهم قلاده شكلها حلو علشان يلبسوها، وفي نفس الوقت فيها تعويذه دفاعيه تحميهم من اي خطر من المستوى المتوسط. كمان عمل لهم حقيبه سحريه يقدروا يخزنوا فيها اي حاجه ملهاش لازمه زي ما هم بيقولوا هتساعدهم. وقال لهم يلا دلوقتي بقينا تقريبا جاهزين للرجوع للنقابه، وخلاص اصحابنا بقوا من اهل المدينه وبقوا بيروحوا لحرس البوابه ويخرجوا لهم بطاقاتهم الشخصيه ويدخلوا على طول بكل ثقه. فتاكومي ضحك وقالوا اللي يشوفكم دلوقتي ما يشوفكمش وانتوا لسه جايين وخايفين من الناس. وفجاه لقى إلينا واقفه قدام محل فيه العاب للاطفال، فقال لها تعالي ودخل يشوف لها حاجه يشتريها لها. وفي النهايه استقر على ربطه الشعر دي وقال لها هتكون جميله عليكي. وفعلا إلينا شافتها وفرحت جدا، لكن المشكله دلوقتي ان الحاجات دي ما تنفعش لإلين لانه ولد، فقال هبقى افكر في حاجه تنفع له بعدين. بعدها شاف إلينا ماسكه ربطه شعر لونها اسود وبتديها له. في الاول ما كانش فاهم، لكن صاحبه المحل قالت له هي اختارتها لك علشان شعرك لونه اسود، فضحك وقال ايوه صح هي فاكره ان هشتري واحده زيها. وقبل ما يمشوا الخياطه قالت لهم انا كنت عامله شويه لبس جديد عايزه اشوفهم عليهم. وبالفعل إلين وإلينا كانوا عاملين نفسهم موديل اعلانات وعمالين يجربوا اللبس الجديد بتاعها. وفي النهايه قرر تاكومي يشتروا لهم واحد منه علشان كان شكلهم حلو جدا عليهم. وبالليل شفناه صاحب يفكر في الحاجات اللي بيحبها الولاد الصغيرين علشان يجيبها لإلين، وقال الحاجات اللي كانت في العالم بتاعي مختلفه كليا عن الحاجات اللي هنا، لكن اكيد هلاقي حاجه مناسبه بكره. ولما النهار طلع لقاهم جايين يصحوه علشان يلحقوا يفطروا، لان النهارده اول يوم في بعثه صيد الوحوش اللي تاكومي هيروحها مع لوين. وفعلا بدا يجهز الاطفال وكل حاجه هيحتاجوها هناك، وانطلقوا. ولما وصلوا لقوا خلاص كل حاجه جاهزه وقدامهم دقايق ويتحركوا، ولسه إلين وإلينا بيقلقوا من لوين وهو مش عارف ازاي يصاحبهم. بعدها جه واحد اسمه رينزر وعرفه على نفسه وقال له ان هو مغامر برضه وهيكون معاهم في المهمه. فتاكومي اتعرف عليه وفضلوا يهزروا مع بعض ويعرفوا على إلين وإلينا. فرينزر قال له طب اسكت بقى علشان شكلهم مش بيحبوك اصلا يا لوين. فتاكومي قال لهم هم بس مش متعودين على الناس الجديده بسرعه
بسرعه، علشان كده قرر يشيلهم على كتفه علشان ما يخافوش. فلون قال لهم تمام يلا بينا، انتوا هتركبوا معايا في عربيتي. لكن فجاه تاكومي حس بحاجه غريبه زي ما يكون في حد بيراقبهم، ولاحظ ان الاطفال حسوا بكده برضه. فانا لازم اخد بالي علشان الموضوع شكله كده خطير. وفي الطريق لقينا باقي المغامرين بيتكلموا مع اصحابنا وبيقولوا لهم احنا سمعنا كتير عنكم واكيد هنعمل شغل جامد. ولما وصلوا للغابه لوين قال لهم انا معايا خريطه هنتحرك عليها، واعملوا حسابكم اننا هنفضل هنا 5 ايام، وهنقسم نفسنا على 3 وحدات علشان نبقى مسيطرين على اكبر جزء من الغابه. وقال لتاكومي انه هيكون معاه في الوحده مع رودولف واليس وجيلم وزاك، ودول مغامرين بمستويات مختلفه، اعلاهم رودولف اللي من مستوى الف. فتاكومي اتعرف عليهم واتمنى انهم ينجحوا كوحده واحده. بعدها بداوا يتحركوا، وفجاه الاطفال وقفوا وقالوا لهم في حاجه جايه. فلون بص حواليه ما شافش حاجه، لكن قال ممكن تكون عامله لنا فخ مثلا. فطلب من واحد يعمل كشف للمنطقه اللي حواليهم كلها، لكن برضه قال لهم ان كل حاجه تمام ولحد دلوقتي ما فيش وحوش ظهرت. فتاكومي قال لهم لا ركزوا بس، لان احساس الاطفال ده مش بيغلط، وعرفهم ان قدرتهم على الاحساس بالوحوش غير اي حد، لانهم بيقدروا يفصلوا هل اللي بيقرب ده شخص كويس ولا شرير. وفعلا ظهر وحش قريب منهم في كشف المكان، فبداوا يجهزوا له، ومره واحده ظهر لهم ذئب احمر لكن اضخم من اللي قبلوه قبل كده. فجاه تاكومي لقاهم بيزعقوا وبيقولوا له امسك الاطفال بسرعه علشان رايحين له. فحاول يوقفهم علشان نسي يقول لهم ما يتدخلوش هم في قتل الوحوش، لكن طبعا من غير فايده. الاتنين نزلوا ضرب في الوحش خلصوا عليه، وسط صدمه باقي الفرسان اللي ما كانوش مصدقين اللي هم شايفينه ده. دول كمان لقوهم ساحبين جثه الذئب ومودينها لتاكومي علشان فاكرين انها من الغنائم. فقال لهم بصوا انتوا عملتوا شغل جامد، لكن عايزكم تسيبوا محاربه الوحوش للمغامرين، يعني ممكن تاخدوا اجازه النهارده. فلوين قال له اجازه ايه يا عم انت؟ انا عايزك تشرح لي ايه اللي بيحصل ده. فقال له اشرح ايه؟ اظن اللي انتوا شفتوه ده كان كفايه قوي. انت مش فاكر هم عملوا ايه في الواد بتاع النقابه لما اتعصبوا عليه؟ عموما انا لازم اقول لكم على قصه الاطفال دي علشان ما تستغربوش. انا قابلتهم من فتره هنا في غابه جايا، كانوا لوحدهم وكان واضح انهم عرفوا يعيشوا فيها. انا مش عارف تحديدا هم كانوا بيهربوا من الوحوش ولا بيقتلوهم زي ما شفتم كده، لكن المؤكد انهم مش اطفال عاديين. فالفرسان كلهم كانوا متفاجئين، لكن صدقوا فعلا انهم اقوياء جدا. في نفس الوقت شفنا سيل بيتفرج عليهم وبيتمنى ان اليوم ده يخلص على خير لانه مش مطمن. وفعلا شفنا الين والينا عمالين يلعبوا في الغابه، ولا كأن دي غابه جايا اللي الكل بيخاف منها. واتفاجئ تاكومي انهم جايبين له اعشاب مهمه كان هو معرفهم قبل كده انها هتفيدهم. فقال لهم احنا قلنا ايه، خلينا مع بعض دايما علشان نفضل بامان، لكن برضه فضلوا مصممين يلعبوا مع نفسهم. فلوين حس انهم كيوت قوي وقال له خلاص يا عم سيبهم براحتهم وانا هفضل مركز معاهم. فتاكومي قال له ماشي خلاص عيشوا حياتكم بقى بس ما تبعدوش عننا. فقالوا له بص كده في حاجه هنا مفيده. فتاكومي شاف طحالب صخريه يقدروا يعملوا منها دواء يستفيدوا منه. فلوين حاول يشيله لكن قالوا له لا استنى يا غبي. وفضل رينزر يديله محاضره طويله عن قد ايه هو مهمل ومش بيركز في اللي بيعمله وعلى كده بقى. فتاكومي قال كده مش هينفع، عايزين نكمل في طريقنا. وقال للاطفال بصوا روحوا ادوا الرينزر شويه من الطحالب دي علشان يسكت. وفعلا رينزر ما قدرش يستحمل كميه اللطافه اللي واقفه قدامه، وقرر ياخد الطحالب ويسيب لوين في حاله. لكن فجاه حسوا بحاجه غريبه، بيبصوا لقوا مجموعه من وحوش الغيلان جايين عليهم. فبسرعه قسموا نفسهم وهجموا عليهم من جميع الجهات وخلصوا عليهم، لدرجه ان لوين ما كانش مصدق ان تاكومي قوي للدرجه دي. لكن بيبص لقى الين والينا متعصبين علشان افتكروا انه لوين بيضربه، فسابوا على طول بدل ما يقتلوه. لكن قال له انت بجد في المستوى اف ولا بتكذب علينا؟ دي مش سرعه واحد في المستوى ده. فقال له لا بصراحه انا بقيت في المستوى ايه. قال له يا عم مفيش فرق. وطلب من رودولف لما يرجع يطلب من الزعيم يرفع مستوى تاكومي. فتاكومي قال لهم هو ينفع الموضوع ده؟ فقال له ايوه، لو مغامر مستوى اعلى منك وصى عليك للزعيم بيوافق على طول، وخصوصا لو كنت انا، فما تقلقش لما ارجع هتكلم معاه. فرينزر قال له بالمناسبه انتوا مش حاسين ان في حاجه غريبه؟ يعني فجاه كده لقينا الوحوش دي بتهاجمنا، وكمان في حاجه غريبه في الجو النهارده، اول مره يكون بالهدوء ده احنا في غابه جايا يعني ما تنسوش. فقالوا له ايوه فعلا، وعلى الاغلب ممكن يكون في وحش من المستوى الخطير قريب من هنا، علشان كده لازم كل واحد يركز في كل خطوه بيمشيها. لكن الاطفال طبعا مش فاهمين ولا فارق معاهم كل الكلام ده، هم دلوقتي عايزين ياكلوا. فتاكومي قال لهم يا دي النيله مش وقت الاكل خالص. فرينزر قال له لا عادي خلونا ناخد استراحه شويه. لكن لون قال لهم لا استنوا بقى ثواني، انتوا جبتوا العيش الاسطوري منين؟ فتاكومي قال له عيش اسطوري ايه ده؟ فقال له العيش ده اللي بيكون محشي حاجات من جواه، ده انا بقالي اسبوع رايح جاي على المخبز علشان عايز اشتري منه، لكن كل مره بيقول لي مفيش. انت اشتريته ازاي بقى؟ فقال له بروح اقول له اعمل لي شويه بيعمل لي. فقال له ايه شويه ده انا بقول لك مش عارف اشتري واحده. وراح للاطفال وقال لهم بقول لكم ايه حلوين انتوا ما تجيبوا حته. فطبعا الاطفال رفضوا يديله حاجه، وشاف تاكومي ان المغامرين كلهم عينهم على العيش اللي معاه، فقال خلاص بقى امري لله انا هطلع لكم كل اللي معايا. وفعلا بمجرد ما شافوه نزلوا اكل فيه، وبعدها اتحمسوا وكملوا الطريق وهم مليانين طاقه. وقتها شافوا شعله لونها احمر في السماء، ففهموا ان واحده من الوحدات محتاجه مساعده وانطلقوا على هناك بسرعه. لكن لوين قال له المشكله في الاطفال مش هيقدروا يرجعوا بسرعه زينا. فتاكومي قال له لا ما تقلقش انا هتصرف. فالكل اتفاجئ انه شافهم وبدا يستخدم قوه رياح غريبه وطار بسرعه علشان يوصل عند الوحده اللي محتاجه مساعده. وهناك شاف انهم محاصرين بمجموعه
ذئاب حمراء وخلاص هيموتوا، فخرج سيف اول مره يستخدمه وقال لهم يلا لازم نخلص على الذئاب دي بسرعه. وبالفعل نزلوا فيهم ضرب بسرعه رهيبه. تاكومي ضرب الذئب ضربه قسمه نصين، اما الاطفال فنزلوا عليهم بحركات الكاراتيه بتاعتهم دي خلوهم يحرموا يهاجموهم تاني. وحرفيا الفرسان كانوا واقفين يتفرجوا ومش مصدقين عينيهم. ولما لون جه قال له لا ده انتوا فيكم حاجه غريبه بقى، انتوا ازاي قدرتوا تقتلوا كل ده لوحدكم يا ابني؟ لكن شكروهم علشان انقذوا صاحبهم في الوحده التانيه، وكان عمال يخبط على كتف تاكومي. فرينزر ضحك وقال له ايه يا لون انت عايز تموت ولا ايه؟ فلون بص على ايلين وايلينا لقاهم بيطلعوا شرار من عينيهم وخلاص هيذبحوه، فقال لهم والله بهزر معاه مش قصدي اضربه. فرينزر قال لهم بصوا المره الجايه اللي تكونوا متضايقين منه تقدروا تضربوه. فلون قال له ايه يا عم اللي انت بتقوله ده بدل ما تهديهم بتعصبهم، واستغرب ان تاكومي هو كمان بيقول لهم حاولوا تضربوه بالراحه. فلون قال لهم لا ده انتوا كلكم عليا بقى، وفضل الكل يضحك عليه وعلى ردة فعله. لكن فجأة تاكومي حس بحد بيراقبهم فعلا زي ما كان شاكك. الاطفال هم كمان خافوا بشكل غريب، فتاكومي طمنهم وقال لهم مفيش حاجه. لكن وقتها فعلا شفنا واحد بيراقبهم من بعيد، ومع دخول الليل بداوا يجهزوا المكان اللي هيناموا فيه، وراح واحد منهم يعمل الاكل. لكن تاكومي ما كانش عاجبه هم ازاي بيطبخوا، لانهم من الاخر عمالين يحطوا اي حاجه في اي حاجه وخلاص. وقالوا له احنا مغامرين يا عم يعني اي اكل هناكله. فقال لهم لا انا ما ينفعليش الكلام ده، وبدا يعلمهم شويه حاجات ووزع المهام عليهم وخلاهم يعملوا شويه اكل جامدين. وكلهم كانوا منبهرين من مهارته في الطبخ، اول مره كانوا يعرفوا انه شاطر كده. ومع طلوع النهار لاحظ تاكومي ان كلهم بقوا بيتعاملوا معاه كاستاذ في الطبخ، فقال في نفسه كل ده علشان عملت لهم كام وجبه بس. لكن فجاه حس تاني بنفس الشعور الغريب وحس ان في حد بيراقبهم، فحضن التوأم بسرعه وطمنهم انهم كويسين. وهم في الطريق كانوا الفرسان شاكين ان في حاجه غريبه في الغابه دي، اول مره تكون هاديه كده. فتاكومي حس ان في حاجه وسالهم هم شاكين في ايه. فواحد من اللي هم انقذوهم امبارح اسمه تيرا قال لهم لا مفيش حاجه، احنا بس مستغربين ازاي الوحوش اللي هاجمتنا امبارح دي وصلت بسرعه كده، غريبه يعني انها عايشه في بدايه الغابه مش جواها. فقال اكيد الحاجه الغريبه اللي انا حاسس بيها دي هي السبب. وفجاه توأم شافوا حاجه بتتحرك حواليهم بسرعه. تاكومي بيرفع عينه لقى مخلوق ضخم بيتحرك، ولسه ما استوعبش لقى افعى كبيره جدا واقفه قدامهم. فبسرعه تاكومي حذرهم وقال لهم اهربوا من هنا بسرعه، وقال للتوأم ما تخافوش وخلوكم جنبي. لكن قبل ما يعمل اي حاجه الافعى ضربتهم ضربه بديلها دمرت المكان. بعدها بدات تطير فيهم واحد ورا التاني بسرعه كبيره. فتاكومي استخدم مهاره سيف الرياح وحاول يخلص عليها، لكن طبعا الضربه ورا اثرت فيها. واستغرب ان التوأم كمان عايزين يحاربوا، فقال لهم لا مش وقت الكلام ده خالص. وطلب من باقي الفرسان يخلوا المكان بسرعه وينقذوا المصابين. وعرف التوأم ان الوحش ده خطير جدا مش زي باقي الوحوش اللي قابلوها، فلازم يبعدوا عنه علشان سلامتهم. في نفس الوقت اللي كان باقي الفرسان عمالين يضربوا فيه باقصى قوه عندهم. وفجاه لاحظوا ان الافعى مش عايزاهم هم، ده عايزه تاكل المصابين. فبسرعه تاكومي قطع شجره كبيره وقفها بيها، وطلب من باقي الفرسان يحاولوا يوقفوها لحد ما يخرج المصابين من هنا. وكان عايز يعرف ايه نقطه ضعف الافعى الغريبه دي. وفجاه لمح التوأم ماسكين في جسم الافعى وفاكرين نفسهم في الملاهي باين. فقال يا دي المصيبه ايه اللي وداهم عندها دول بس. وخاف تاكومي لما شاف الافعى مركزه معاهم وخلاص هتاكلهم، وبدل ما هم كمان يكونوا مرعوبين لانهم متعصبين وبيتحدوا الافعى. فتاكومي قال لا انا لازم اتصرف والحقهم، وبسرعه راح مخرج سكينه وقال انا شاكك في حاجه. بعدها جري بسرعه على الافعى وضربها بالسكينه في عينها، وفعلا عرف ان نقطه ضعفها هي العين. فقال لهم كله يركز الضرب على عينها بسرعه وهو هيحاول يلحق التوأم. لكن فجاه حس بنفس شعور انه متراقب تاني بالرغم ان الافعى قدامه، ولاحظ ان في حد بيشتت انتباههم بعيد علشان الافعى تقتلهم. وفعلا بمجرد ما الكل بص الناحيه التانيه الافعى ضربت الاطفال بقوه بديلها. بعدها اتوجهت على تاكومي اللي كانت عايزه تقتله بسبب اللي عملوا فيها. وعلى الجانب الاخر التوأم كان خلاص بيحلموا مع نفسهم من قوه الضربه. فتاكومي قال لرودولف انا عايزك تعمل اي حاجه علشان تشتت التعبان ده، وانا عندي خطه هقدر اخلص عليه بيها. فرودولف ما كانش مطمن هو عايز يعمل ايه، لكن قال له خلاص ماشي، اول ما تدينا الاشاره هنهاجمه كلنا. وفعلا بدا اللي باقي من الفرسان كلهم يهاجموا الافعى باقصى قوه عندهم. ومره واحده بدا تاكومي يخرج قوه جامده جدا اول مره نشوفه بيخرجها. رياح قويه هجم بيها على الافعى قطعها 100 حته وعمل انفجار ضخم في المكان كله. من قوته الشجر اللي كان حواليه اتقطع في ثانيه، لكن في النهايه قدر فعلا يقتل الافعى وينقذ اللي معاه. واطمن على التوأم انهم كويسين. لكن المهم دلوقتي هو عايز يعرف ايه الشعور الغريب اللي هو بيحس بيه كل شويه ده. وفجاه لقيناه بيجري ناحيه واحد من الفرسان اللي معاه وبيوقعه على الارض وبيحط سيفه على رقبته. فكلهم اتفاجئوا وقالوا له ايه اللي انت بتعمله ده؟ فقال لهم مش انا اللي بعمل، الواد ده هو الشخص اللي كان عمال يراقبنا من الصبح وهو اللي عايز يموتنا كلنا. فقالوا له فعلا احنا كنا ملاحظين انه مركز معاك لكن هو ليه عايز يقتلك. وكمان رودولف اتهموا ان هو اللي شتت انتباههم علشان الافعى تخلص على تاكومي. فالواد قام وهو متعصب وقال لهم ايه الهبل اللي انتوا بتقولوه ده، انا ماليش دخل باللي حصل من شويه. لكن بعد ما ضغطوا عليه اكتر قال لتاكومي ايوه انا كنت عايز كده، وده علشان كان حاسس بالغيره ان واحد مبتدئ زي تاكومي بقى مهم كده في الفريق وهو لا. كمان قاده الفريق كلهم بقوا واثقين في تاكومي فكان عايز يخلص منه باي طريقه. فكلهم اعتذروا لتاكومي وقالوا
قالوا له سيبك منه، ده دماغه تعبانه، هو مش شخص وحش لكن بيعمل حاجات غريبه هو مش عارف عواقبها. فتاكومي سكت بالرغم انه كان متضايق انه عرض حياه التوأم للخطر، لكن عدى الموضوع لما قالوا له انهم كويسين، وبالرغم من كده عرفوا انه مش هيسامح اي حد يحاول يأذيهم تاني. وعلشان الفرسان يفكوا الجو المشحون ده قالوا له ايه رايك نقعد هنا شويه علشان الغدا. ففي البدايه تاكومي قال لهم لا انا مش عايز اكل، لكن ما قدرش يرفض طلب الاطفال لما قالوا له انهم عايزينه هو اللي يعمل لهم الاكل، وكمان عايزين يساعدوه علشان يتعلموا منه. فتاكومي قال لهم ماشي، وبدأ باقي الفرسان يساعدوه في الحاجات اللي هو هيحتاجها. وبالرغم ان الاطفال كانوا هيخربوا الدنيا عليه مش بيساعدوه، لكن كان تاكومي مبسوط وهو شايفهم مبسوطين. وفي نهايه اليوم قعدوا كلهم ياكلوا مع بعض. كمان لاحظ ان في مهاره جديده اضافت ليه وهي مهاره الميه، وكده قوته زادت اكتر من الاول. وشويه لقى لوين جاي وبيعتذر له على اللي حصل النهارده، وبيقول له ما تقلقش ده مش هيتكرر تاني. وفرح لما لقى الاطفال ما بقوش خايفين منه زي الاول وبقوا اصحاب، وعرفهم ان بسبب اللي حصل النهارده والاصابات اللي بينهم قرروا ان المهمه خلصت لحد هنا. لكن برضه تاكومي واصحابه في مكافاه كبيره هياخدوها من النقابه لما يرجعوا للمدينه بكره. فتاكومي قال لهم ايوه بقى نجحتوا في اول مهمه ليكم اهو، وكله كان مبسوط. ولما راح تاني يوم النقابه الموظفه قالت له اخيرا رجعت، تعالى علشان في ضيف مهم عايزك ضروري. فالاطفال قالوا ضيف مين ده؟ احنا كمان عايزين نشوف، وراحوا وراهم بسرعه. وقتها نعرف ان رئيس النقابه شخصيا هو اللي عايز يقابل تاكومي بعد ما عرف اللي هو عمله مع الفرسان، وعرفوا ان اسمه يوهان. فتاكومي عرفه على نفسه وعلى الاطفال وشكروا على المقابله دي. فيوهان قال له انا بعد ما عرفت باللي انت عملته امبارح قلت ما ينفعش تفضل في الرتبه اللي انت فيها دلوقتي، علشان كده قررت ارقيك للرتبه الف. فتاكومي اتفاجئ انه رقاه الرتبه دي بسرعه كده بعد اول مهمه ليه في النقابه، لكن فهم ان لوين وباقي الفرسان هم اللي اكيد قدموا التوصيه دي للمدير، علشان كده ما كانش متردد في القرار ده. كمان كان عايز يرقي تاكومي للرتبه اس، لكن اعتذر له لان الرتبه دي بتحتاج لتفاصيل كتير هم مش هيقدروا يطبقوها دلوقتي معاه. فتاكومي قال له لا ده كده تمام قوي، انا اصلا ما كنتش اتخيل ان هترقى للرتبه الف بسرعه كده. فيوهان قال له بس في مشكله، انا عرفت ان الطفلين دول اقوياء جدا لكن رتبتهم اقل منك دلوقتي، وده هيكون مشكله في المهمات الجديده اللي انت هتاخدها. فتاكومي قال ايوه لازم تكون مستويات الناس اللي في الفريق قريبه من بعض، وقال له طب ايه رايك نرفع مستواهم هم كمان. وبالفعل رئيس النقابه وافق ومستوى اصحابنا بقى جامد جدا، ورجعوا بعدها للبيت علشان يرتاحوا. وبما ان تاني يوم كان اجازه عندهم قرر يعلمهم شويه، وبدا يعرفهم الارقام وازاي يحسبوا الفلوس. كمان اخدهم للمكتبه علشان يتعلموا القراءه والكتابه، وكان فرحان علشان التوأم بداوا يتعرفوا على الناس في المدينه ويحبوهم. كمان من نفسهم كده بقوا عايزين يساعدوهم لو عرفوا انه في حاجه ضايعه من حد مثلا، زي القطه دي اللي فضلوا يدوروا عليها طول اليوم علشان ترجع لاصحابها. كمان في نفس اليوم عرفوا ان في مجموعه من وحوش الجوبلين بيهاجموا قريه جنبهم وخاربين الدنيا هناك. فطبعا قالوا لهم يلا بينا موافقين، وانطلقوا على هناك بسرعه وبداوا يخلصوا عليهم. وكالعاده إيلين وإلينا عملوا شغل جامد جدا. كمان تاكومي اتفاجئ انهم علموا الحيوانات اللي معاهم ازاي يتكلموا. فجاه كده لهم عمالين يتكلموا وهو واقف مش فاهم اي حاجه. وبعد ما خلصوا المهمه رجعوا للنقابه واخدوا المكافاه. بعدها رجعوا للبيت يكملوا تعليم. ومع طلوع النهار راح تاكومي والاطفال يودعوا كل اصحابهم في المدينه، لانهم قرروا يمشوا لمدينه جديده في المملكه اسمها بيلي. وكان واضح ان اهل المدينه كلهم زعلانين علشان هم هيمشوا ويسيبوهم، لكن في النهايه ودعوا بعض ومشي اصحابنا. في الوقت ده كانوا هم خارجين وفجاه سمعوا صوت واحد بيوقفهم وبيقول لتاكومي ان الطفلين دول ملكي، انت واخدهم ورايح فين؟ فالاطفال اتخضوا وافتكروا ذكرى غريبه وهم في عربيه مع اطفال تانيين، والشخص ده هو اللي رماهم منها في الغابه، وده سبب الرعب اللي ظهر عليهم لما شافوه لانهم خايفين لا ياخدهم تاني. فتاكومي طمنهم وقال له بقول لك ايه يا عم انت شكلك غلطان لان الاطفال دول هم اخواتي الصغيرين. فقال له لا انا متاكد العيال دي ملك انا. فتاكومي استغرب وفتح كشف الحاله وعرف ان الواد ده تاجر عبيد، وإيلين وإلينا كانوا من الاطفال اللي هو بيتاجر فيهم. ولما لقاه عمال يزعق ومخوفهم كده قال في نفسه يا عم اكتم احسن لك بدل ما اخلص عليك. وقتها وصلت دوريه الفرسان وسالوهم ايه اللي بيحصل هنا، واتفاجئوا ان البني ادم ده بيقول على الاطفال انهم العبيد بتوعه. طبعا ده كان اي كلام، وتاكومي اتهموا انه عايز يخطفهم. وشويه كده وجي فالت وشافهم فامرهم ياخدوا الواد ده يرموه في السجن، وطمنهم انهم بخير دلوقتي وما يخافوش. كمان ادى لتاكومي جواب لحاكم مقاطعه بي اللي هم رايحين لها، وقالوا له انت اديهوله بس وهو هيعمل الصح معاك. وهم في الطريق كان واضح ان الاطفال لسه خايفين من اللي حصل من شويه. فتاكومي قال انا لازم اعمل اي حاجه علشان يتبسطوا، واخدهم بعدها علشان يعملوا اكتر حاجه بيحبوها وهي الافتراء على مخلوقات ربنا. دخلوا الغابه لقوا لهم كام وحش كده راحوا نازلين فيهم ضرب وخلصوا عليهم. كمان عمل لهم مخيم صغير كده على جنب علشان يطبخوا الاكل اللي هم بيحبوه. وبالليل هم نايمين لاحظ تاكومي ان المكان ده فيه اكتر من قمر والوانهم مختلفه بشكل غريب، لكن ما حسش ان ده ممكن يسبب لهم مشكله. ولما صحيوا تاني يوم تاكومي اخدهم للبحر علشان يتفرجوا عليه لاول مره. وفجاه وهم هناك سمعوا صوت حاجه بتنده عليهم، واتفاجئ ان في بنت في الميه زي ما تكون بتغرق. فبسرعه حاول يستخدم قوته علشان ينقذها، لكن هي قالت له ثواني يا تاكومي. فبطلنا اتصدم وقال لها انت عارفه اسمي منين؟ واتفاجئ لما عرف انها تبع سيل وملك البحر، لكن اللي هو مستغربه اكتر لما قالت له انها حوريه
هديه، لانه كان فاكر ان الحوريات دي مش حقيقيين اصلا، وعرف منها ان ملك البحر عايز يقابلهم دلوقتي علشان في مشكله عندهم. فقال لها يا ستي انا نفسي اساعدك والله، لكن انا والاطفال ازاي هننزل تحت الميه كده، ده احنا نموت. فقالت له من الناحيه دي ما تقلقش خالص، السوار ده لو لبسته بيعمل عليك عازل من الميه، وبكده تقدر تتحرك براحتك في اعماق البحر. فتاكومي قال لها صدقيني انا مش مطمن، لكن يلا بينا. وفعلا نزلوا تحت الميه لاول مره، وزي ما بيعملوا في مخلوقات البر بقى بيعملوا في مخلوقات البحر، نزلوا فيهم ضرب من كل الاتجاهات، وقالوا له احنا عايزين ناكلهم بقى، انت قلت لنا قبل كده ان السمك بيتاكل عادي. فقال لهم ماشي بس مش دلوقتي. ووصلوا كلهم للقصر الازرق بتاع ملك البحر. لكن في البدايه الحوريه كانت عايزه تعرفهم على المشكله اللي هم بيعانوا منها، وقالت له ان في سفينه غرقانه هنا من فتره طويله، وعامله لهم مشكله كبيره لانهم مش قادرين يوصلوا للشعب المرجانيه اللي وراها، ولازم حد يحركها من هنا. فتاكومي قال لها ما تقلقيش دي سهله جدا، واستخدم قوته وشالها من مكانها عادي. واتفاجئوا انه في حوريات بحر كتير جدا في المكان، وجات مسؤوله القصر الملكي علشان تشكرهم بنفسها، وعرفتهم كمان على باقي افراد القصر المهمين واللي كانوا عايزين يدوا لتاكومي والاطفال هديه على مساعدتهم. فتاكومي قال لهم انا تمام مش عايز حاجه، لكن كان عايز يعرف بس هو ازاي يقدر يستخدم سحر الميه باحسن طريقه، لانه فاكر انه اخر مره حس ان في مشكله فيه. فقالوا له ماشي دي حاجه بسيطه، لكن برضه دي مش هديه. واخدوا المكان كده قالوا له ان دي مخلفات العالم بتاعنا. فتاكومي اتصدم وقال لهم دي مخلفات؟ ده لؤلؤ واحجار نادره جدا، انتوا عارفين دي على الارض قيمتها كام؟ فقالوا له والله محرجين اننا بنقدم لك المخلفات دي كهديه، لكن احنا قلنا انها هتنفعكم على الارض. فتاكومي قال لها طبعا هتنفعنا، وبدا يجمع فيها على قد ما يقدر. كمان بدا يتعلم هو والاطفال مهارات سحر الميه، وبعد كام محاوله بقوا موهوبين جدا في استخدامها. لكن فجاه لقوا حاجه غريبه بتحصل في البحر، كميه كبيره من الميه بتخرج وبيظهر مخلوق ضخم شبه التنانين وباين عليه عايز ياكلهم. لكن تاكومي اتفاجئ انه قادر يتواصل معاه وبيفهم اللي بيقوله، وساله انت عايز ايه مننا؟ فالوحش قال له كنت جاي اطمن على اولاد ملك الميه. فتاكومي قال له يعني ايه ومين دول ولاد ملك الميه؟ فقال له واضح عليك انك ما تعرفش حاجه، الطفلين دول انا كنت مسؤول عنهم لما اتولدوا، لكن ما قدرتش اكمل في ده لان لو ظهرت على الارض هدمرها. وطمن تاكومي انه مش عايز يأذيهم، ده جاي يساعدهم، علشان كده طلب منه يسميه اسم علشان يقدر يستدعيه في اي وقت لو احتاج مساعده. وبالفعل تاكومي قرر يسميه كايزر، ووعده انه هيحمي ألان وإلينا باي طريقه علشان يفضلوا في امان. وفرحوا كلهم لانه بقى عندهم صاحب جديد في المجموعه، واهم حاجه انهم لسه مع تاكومي. بعدها ودعوا الشباب تحت الميه علشان يرجعوا للشباب اللي فوق الميه، وفي طريقهم كده قعدوا يصطادوا لهم شويه سمك علشان الغدا. وبعد ما حاجه اكتشفوا متاهه موجوده فيها انواع اول مره يشوفوها من الوحوش، فدخلوا طبعا خلصوا عليهم بكل سهوله. مفيش وحش حاليا عارف يقف قدامهم، وخصوصا العفاريت الصغيرين اللي بقوا اقوياء جدا. ولما رجعوا للارض انتوا عارفين راحوا يعملوا ايه؟ طبعا الاكل. يا عم هو اللي كان وحشهم الاكل البشري بتاعنا، شغل البحر ده ما ينفعهمش. وبعد ما خلصوا راحوا لسيل علشان يسالوا تاكومي في موضوع الاطفال، وقال له هو فعلا ألين وإلينا ولاد ملك البحر، ولو ده صح ليه سابهم كده وهو موجود فين دلوقتي؟ ولما شاف سيل ساكت كده عرف انه مش هيقدر يقول له، فتاكومي سكت وما رضيش يضغط عليه. وبعد ما اتكلموا شويه خرج علشان يرجع للمدينه. وقتها شفنا سيل متضايق لانه ما قدرش يقول له على حقيقه الاطفال دي، لان في الواقع ابوهم هو ملك البحر وامهم بشريه عاديه. وقتها وصل ملك النار وقال لهم انت مالك قلقان ليه؟ انا من رايي تسيب تاكومي هو عارف يعمل ايه. وعلى الجانب الاخر كان ابطالنا بيلعبوا عند البحر والدنيا تمام، ومره واحده ظهر لهم اسد عملاق اول مره يشوفوا زيه، لكن اتفاجئ انه بيقدر يروضوا معاهم. في البدايه ما كانش فاهم ازاي، لكن قال اكيد سيل هو اللي بعته كهديه من ملك النار. العفاريت الصغيرين يسكتوا ابدا، قالوا له احنا عايزينه معانا فيلا سميه اسم. فتاكومي فكر شويه وقال لهم ايه رايكم نسميه فيكتور؟ فالاطفال فرحوا وقعدوا يلعبوا معاه. واخدين بالكم بيلعبوا مع اسد، لكن يلا بقى مش مشكله. المهم هما بيلعبوا لقوا فيكتور جاي وجايب لهم فريسه ببقه. فتاكومي قال له يخرب بيتك ايه البت اللي انت جايبها دي؟ وراح بسرعه اطمن عليها ولقاها لسه عايشه، لكنها مش بشريه، هي من فصيله اسمها الالف، والفصيله دي بتعيش هنا مع البشر بشكل طبيعي، فمش مستغربين وجودهم. المهم تاكومي يحاول يفوقها وعمل لها اكل علشان كانت جعانه جدا، وعرفتهم بنفسها وقالت لهم اللي اسمها فيفان، وكانت مسافره المدينه قريبه من هنا، لكن اغمى عليها من كتر الجوع واللي شافته في طريقها. فقالوا لها وانت شغاله ايه بقى؟ فقالت لهم انا جاسوسه. قالوا لها جاسوسه؟ قالت لهم اه جاسوسه. ايه مش شكلي جواسيس يعني انا ولا ايه؟ فقالوا لها لا بس بصراحه ما فيش جاسوسه شكلها هبله كده. وقبل ما تمشي سالته هو انت ابوهم ولا ايه؟ فقال لها لا دول اخواتي الصغيرين. ويا ريتها ما سالت السؤال ده، لان إيلين وإلينا بقوا عايزين يعرفوا هي معنى ايه كلمه ابوهم دي. فقال صح هم ما يعرفوش حاجه عن موضوع العيله، وفي نفس الوقت ما كانش عايزهم يعرفوا انهم ولاد ملك الميه. المهم بدا يشرح لهم الموضوع باختصار كده علشان يسكتوا. بعدها راح لنقابه المغامرين بتاعه البلد دي علشان يشوف لهم حاجه يعملوها. ولما وصلوا هناك سالوا الموظفه لو كان في متاهه ولا حاجه يستكشفوها، لكن الموظفه استغربت وقالت له هنا مفيش متاهات. فتاكومي قال لها ازاي؟ ده في متاهه ضخمه تحت الميه في البحر اللي جنبكم. فالبنت اتصدمت وندهت بسرعه لرئيس النقابه علشان تعرفه، وكان واضح ان كلهم مستغربين لان مدينتهم دي تقريبا ما فيهاش متاهات خالص.
خالص، وعرفوه انهم لازم ياخدوا موافقه حاكم المقاطعه علشان يستكشفوها. وبالفعل راحوا قابلوه تاني يوم وعرفهم ان اسمه سيدريك. واول ما التوأم شافوه قالوا له انت اخو الفارس اللي كان هناك. فتاكومي قال لهم وبعدين معاكم بقى، اهدوا شويه خلونا نتكلم في المهم. لكنهم فضلوا يلعبوا برضه ومش راضيين يسكتوا. المهم ان سيدريك رحب بيهم وسأل تاكومي على موضوع المتاهه دي. فتاكومي عرفه انه مكان ضخم تحت البحر، استخدم قوته علشان يقدر يوصل هناك ويستكشف المتاهه دي. فسيدريك قال له خلاص انا هشوف الحكايه دي وممكن اخلي النقابه تبعت ناس تستكشفها. فتاكومي فرح وقال له خلاص تمام وكان هيمشي. لكن سيدريك قال له لا ثواني لسه هنتغدى مع بعض. وفعلا قعد تاكومي والاطفال مع سيدريك وعيلته في مكان فخم كده، وطلع عنده طفلين في عمر إيلين وإيلينا بالظبط. وده اللي فرح تاكومي علشان العفاريت بقى عندهم اصحاب اخيرا. وبعد ما خلصوا الغدا تاكومي قال لهم انا هعمل لكم حلويات جامده، وخلى التوأم يجيبوا سلايم وعمل لهم حاجه كده شبه الجيلي. وعلشان دي كانت اول مره سيدريك وعيلته ياكلوا حاجه زي كده كانوا مبهورين بيها. كمان تاكومي خلاه يخرج معاه هو والاطفال علشان يوريه الاختراعات الجديده اللي هم بيعملوها في الاكل. هم شكلهم كده مش شاطرين الا في الاكل والله. المهم راحوا بعدها لمحل يشتروا شويه حاجات، واتفاجئ تاكومي لما شاف الشعار بتاع المحل ده لان نفس الشعار ده شافه على السفينه اللي كانت غرقانه في البحر. فعرفهم على الحكايه دي وقال لهم ان السفينه دي معاه. فهم استغربوا معاه ازاي يعني، وما كانوش مصدقين انه قدر يظهرها فجاه قدامهم في البحر. وصاحبها حرفيا كان طاير من الفرحه وبيشكر تاكومي. وراحوا بعدها كملوا اليوم في تجهيز الاكل. بعدها هم في الغابه حس تاكومي بحاجه غريبه، بيبص لقى عصابه قطاع طرق مشهورين جدا في المدينه دي وبيتقال انهم بيخطفوا البنات. فتاكومي والشباب نزلوا ضرب فيهم خلصوا عليهم وعرفوا مكان المخبأ بتاعهم. وفعلا لما راحوا هناك اتصدموا بكميه البنات اللي هم خاطفينهم، ده غير الذهب والحاجات المسروقه من الناس. وبعد ما حرروا الرهاين وقبضوا على المجرمين راحوا علشان يعرفوا سيدريك بالموضوع. لكن اتفاجئ تاكومي ان فالتو والشباب كلهم هناك وكانوا جايين علشان يعرفوه ان الملك عايزه. فتاكومي ما كانش فاهم اشمعنى هو يعني. وبعدين الملك سمع عنه فين؟ فقالوا له قول مين ما سمعش عنك يا ابن المتاهه اللي تحت الميه اللي انت اكتشفتها دي سمعت جامد في المملكه، علشان كده الملك عايز يقابلك بنفسه. فتاكومي فرح ووافق انه يروح معاهم. وبعد ما ودعوا بعض خرجوا علشان يمشوا. لكن إيلين وإيلينا كانوا زعلانين ومش عايزين يسيبوا اصحابهم الجداد، والاول مره سابوا تاكومي وما كانوش عايزين يروحوا معاه. فهم قالوا له خلاص ممكن نأجل زياره الملك دي. لكن تاكومي قال لهم لا انا هاجي معاكم، وقال مش مشكله خلوهم مع اصحابهم لحد ما ارجع. لكن كان واضح انه زعل علشان لاول مره هيسيبهم لوحدهم. وقبل ما يمشي لهم جايين يجروا عليه وبيعيطوا علشان مش عايزينه يمشي لوحده. وبالرغم انهم كانوا زعلانين على اصحابهم لكن قرروا يروحوا مع تاكومي وانطلقوا مع بعض رحلتهم الجديده في اتجاه المملكه. وبيخلص الانمي. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده.